يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده السبلي بطريقه غير مكلفه خالص، باقل امكانيات موجوده عندكم في البيت. معانا هنا كوبايه ونص من الدقيق، يعني 300 جرام من الدقيق، بيضه بدرجه حراره الغرفه، نص كوبايه سكر بودره او 100 جرام سكر بودره، معايا كوبايه زبده 200 جرام بالظبط. هنحط معاهم السكر بمضرب كهربا وهنقلبهم، هنضربهم مع بعض، مش لحد الخليط ما يتضاعف خالص، ولكن لحد ما يختلطوا كويس مع بعض. هنجيب البيضة وعليها رشة فانيليا، وهنضرب كويس برضو لحد البيضة ما تختفي، بالمضرب لحد البيضة ما تختفي. واخر خطوة الدقيق، ودي من اسهل العجاين بجد اللي ممكن تعمليها. عجينة السبلي سهلة جدا جدا، تشكيلها بسيط قوي وسهلة وبجد سريعة، مش هتاخد، صدقوني مش هتاخد منكم اي وقت خالص. العجينة أول ما نمسكها هنلاقيها ملزقة كده شوية، فهنحطها كده في طبق ونغلفها كده بأي كيس أو بأي حاجة كده علشان متنشفش في الفرن، عشان متنشفش قصدي في التلاجة، وما تعملش طبقة يعني ناشفة في التلاجة. نحطها في التلاجة نص ساعة مش أكتر، وكده نبدأ ناخد منها أجزاء ونحط كده كيس تحتها وكيس فوقيها، ولو عندك ورقة زبدة تمام، بس عشان تبقى سهلة معاكي في الفرد وما تقعدش تلزق في الرول وكده. هنبدأ كده بالفردة بتاعة العجين، نبدأ كده نفردها كده. والسمك مش عايزينه يبقى يعني مش عايزين السمك يبقى بعيد يعني تخين، لان احنا بنحط طبقتين فوق بعض. كل اللي احنا عايزينه 3 مللي بالظبط يعني السمك بتاعه. ومن كل شكل هتعمليها هتعملي طبعا إيماجوز، من كل شكل هتعملي 2، علشان احنا هنحط طبقتين فوق بعض وكده. اي شكل عندك هيمشي، اي حاجة عندك مفرغة تقدري تقطعي بيها شكلين زي ما انتوا شايفين، زي ما انا عملت كده بالظبط. متنسوش يا جماعة الشير واللايك ودعاء حلو منكم كده لو الوصفة عجبتكم. هبدأ برضو افرد واعمل من كذا شكل نوعين بالظبط كده. وهبدأ كده امد ايدي تحت الكيس كده واطلعها كده بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين، واعمل كده، اعمل فراغات صغيرة دي علشان يبان منها الحشوة كده من جوه. بجد شايفين، اول شيء ما بياخدش السوية خلاص في الفرن، احنا بندخله على درجة حرارة هادية عشان ما يتلفش منك ويتلف مني شوية، عشان ما يحمرش منك قوي. طبعا من كل شكل 2 زي ما انتوا شايفين. كان عندي قوالب اللي هي السلاستين دي برضو عملت فيها. كان عندي شوكولاتة بيضة من دريم سيحتها بمعلقتين لبن كده على النار زي ما انتوا شايفين، وطلع معايا كده بالمنظر دوت. وعندي شوكولاتة انا محضراها معاكم ومنزلة حلقتها موجودة على الفيس وعلى اليوتيوب، تقدروا تخشوا تشوفوها. هبدأ اخد من الشوكولاتة، في ناس بتلزق بالمربى ولكن المربى بتضر السبلية يا جماعة، فانصحكم بلاش مربى، يعني خليك الأحسن لو كده يعني نعمله بالشوكولاتة، نلزقه بالشوكولاتة عادي، وهيبقى أحلى كمان للأولاد، يعني هيحبوا الطعم أحسن. العلبة دي عايزة أقولكم إن هي ب30 جنيه، جبت منها كذا نوع كده وبشتغل منها في أي حلويات طول رمضان يعني. في منها صوصات كتير، بس في حاجات كمان أحلى من دي، أنا جربت دي كده تحس إن هي داخلها ملح شوية، في حاجات أحسن كمان من دي. جبت شبكة عندي وبدأت ان انا اعمل السابليه وارصه عليها عشان ينقط كده في الطبق عشان ما يبهدلش الدنيا. ودي انا عاملها كده معاملة ايه، اللي هي البسكوتة الاوريو، هنغطسها كلها في الشوكولاتة. ده صوص كراميل بيبقى طعمه حلو برضو، نحطها برضو في الشوكولاتة البيضة.
العجينة نفسها طعمها بجد تحفة. ده كان شكله في الآخر بأقل إمكانيات موجودة عندك في البيت تقدري تعمليه. بجد يا بنات طعمه جميل ولذيذ. متنسوش الشير، متنسوش الاشتراك، مش تنسوش تعليق حلو منكم لو الحلقة عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.